الماتش الفيصل اللي هو لازم عشان تكسبه لازم تصعد كاس عالم وخلاص، يعني كان ماتش لازم تكسبه، ما فيش خلاف غير ما فيش بديل غير الفوز. فركزنا فيه جدا والحمد لله قدرت اجيب الجون وصعد فرقتي كاس العالم الحمد لله. كرة داخل منطقة، محاولة خطيرة رأسية والهدف يأتي، الهدف يأتي لصالح المنتخب المصري. ربيعة يتمكن من وضع الكرة داخل الشباك. كنت في لندن متواجد ساعتها مع سيادة الوزير عمرو فاروق العمري، وبعد ما تخطينا دور الثمانية كنا بنكلم كابتن ربيع ياسين كل مباراة يفوز بيها حتى وصلوا للمباراة النهائية. انطلاق أحمد رفعت، محاولات أحمد رفعت خطيرة، والتصويبة القوية ولسه قائمة وكهربا، والهدف الأول محمود عبد المنعم كهربا. محمود عبد المنعم يتألق يتجمل يحرز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 23 ليتقدم المنتخب المصري. نيجيريا فريق صعب زي غانا، صعب جدا. احنا قابلنا نيجيريا في ماتشين هنا وديين في مصر قبل البطوله، كسبونا في ماتش 3-1 وماتش تاني 0-0، بس كان عندي نواقص يعني. لكن نيجيريا فريق كبير، عنده قوه، عنده التحام، عنده مهاره، عنده برضه تكنيك زي غانا عالي جدا، عنده جوانب خططيه برضه تحترمها وتقدرها. هو احنا يعني ماتش الجزائر، ماتش نيجيريا كان الطموح بقى خلاص يعني زاد، وان احنا مهم جدا وصلنا كاس عالم، عايزين نوصل نهائي، ما نفكرش في كاس ليه؟ احنا عندنا فرقه كبيره، عندنا اداء قدمناه، الناس بترشحنا، الرؤيه اختلفت دلوقتي واتغيرت لهذا المنتخب، لا ده منتخب كبير، ده منتخب رائع، ده بيقدم. الثقه بدات تشتغل على ثقه اللاعب في نفسه، ومش بس تكتفي بكاس العالم والبطوله ما نفكرش فيها. انا مصر اللي حققت المعجزات مع الكابتن حسن شحاته 2006 2008 2010، مصر دايما ولاده بفضل الله تعالى. اشتغلت الحته دي، احترمنا فريق نيجيريا، احترمنا غير عادي، برضه ذاكرناه كويس مع بعض، اتفرجوا شافوا، فكرنا احنا نقابله ازاي، شغلنا المطلوب مننا كفريق ايه، مطلوب مقابله فريق نيجيريا ازاي، ده اللي اشتغلنا عليه. احترمنا فريق نيجيريا في الملعب كويس قوي. ايه هو الشوط الاول؟ انا اعتقد الشوط الاول ان احنا كنا قليلين، كنا بعاد، فريق نيجيريا كان افضل واحسن. اتغيرت القصه بين الشوطين وقدرت اظبطهم كويس قوي، وقدر ان انا يغيروا فكر اللي اشتغلوا بيه الشوط الاول، لان احنا لو اشتغلنا بفكر ثابت من اداء سيء لاداء سيء كنا خسرنا المباراه. لكن اشتغلنا وغيرنا وقدرت ان نقنعهم كويس قوي، وعملت تغيير في اول الشوط الثاني قدر يفرق معايا بامر الله تعالى، وقدمنا مستوى واختلفت الاداء اختلف الشوط الثاني، قدمنا اداء رائع، وصلنا سجلنا كسبنا شوط 45 دقيقه عن جداره باداء ونتيجه اعتقد كنا نستحقها، وده ماتش من الماتشات القويه جدا اللي ما ننساهاش. يلا العرضيه يا صالح، ادي العرضيه جوه ال 18 ودي ضربه الراس، هدف اول للمنتخب المصري، هدف اول للمنتخب المصري. محمود عبد المنعم كهربا يفعلها في هذه الاثناء ويسجل اول الاهداف المصريه. احمد سمير يلعب العرضيه ودي ضربه الراس، هدف ثاني. الله على ده هدف، الله على ده هدف، لسه في حلاوه كده، لسه في جمال كده. ايه يا عم كهربا ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ الهدف الثاني للمنتخب المصري. اصعب لحظات طبعا بعد في ماتشات اللي قبل النهائي والنهائي كانت لحظات طبعا كنا خايفين ان اي خساره ولا اي حاجه لا قدر الله كانت هتطلعنا، ما كناش عارفين ان احنا ممكن نعوض تاني. دي كانت اصعب لحظات ان احنا حاسين ان اللي بقى علينا حمل اكتر، بقى علينا اللي لازم بقى علينا ان احنا نبذل مجهود اكتر عشان نقدر نحقق البطوله. غانا تاني، وصعوبته في تاني، وصعوبته في تكنيكه، وصعوبته في مدربه، وصعوبته ان احنا عرفنا بعض وعرف بعض، وكان تصريحاته برضه ان انا اتعلمت بقى من الماتش الاولاني وانسوا. ده تصريحات المدير الفني اللي انا بحترمه واقدره، لان هو كان هادي وكويس وقدم فريق محترم. حتى قلت في المؤتمر الصحفي انا بشكره لان قدم فريق كويس، والتوفيق ده بتاع الله سبحانه وتعالى. انا قلت للعيبه دي بالظبط احنا ممكن نقابل غير 10 مرات ونكسبها، ايه المشكله؟ بس اشتغل، انسى الماضي وفكر. انت كده كده تعرف الفرقه، لازم نشتغل، لازم نجتهد على السبوره، لازم نجتهد في الملعب، لازم نجتهد يوم المباراه. يوم المباراه ده مهم جدا، ان انت التوفيق بتاع الله سبحانه، لكن لازم تتعب. اوعى تفتكر ان عشان تكسب كاس افريقيا او غانا بسهوله، مفيش حاجه بسهوله. فاجتهدنا، اشتغلنا، ذاكرنا، حفظنا فرقه غانا، وكل واحد عرف دوره. الميزه في هذه اليوم ان احنا مفيش حد تخلى عن المهام اللي انا كلفته بيها، وده فرق معاه. اذا كان ليه واجب دفاعي وواجب هجومي، مهام فنيه انا اشتغلت عليها وكررتها. وجيت في المحاضره بالليل حبيت ان انا اغير، انا احب دايما التنويع واحب اغير، احبش يعني، وبشرك اللعيب معايا في انه يقف ويقوم ويتكلم. لان يعني انا شايف من الحاجات
اللي ربنا كرمنا بيها ثقافه اللاعب في هذه البطوله. ثقافته انه واقف عارف يعني انتشار، يعني ترابط، يعني مهام، يعني امتى دافع، يعني امتى. قلت لهم كل واحد في هذا اليوم لازم يكون عنده برنامج في دماغه. 90 دقيقة لل90 دقيقة، ما تزهقوش، ما تملوش، لأن أقول نفذوه. لو تلاحظ ال 120 دقيقة هم ملوا، إحنا ما مليناش لحد ما وصلنا ضربات الجزاء. ف 16 مهمة اشتغلنا بيها في هذا اليوم، مهمة دفاعية وهجومية، قدرنا إن إحنا نكسب بفضل الله عن طريق ضربات الجزاء، وأعتقد إن قدمنا أداء كويس جدا وأداء مقنع، ودي حاجة أنا بشكرهم عليها. وقدمنا يوم جميل ما نساهوش أبدا، قدرنا نحصل بيه على كأس أفريقيا بفضل الله تعالى. ناحية محمود الكهرباء، عاوز يعدي وفوت، وضربة جزاء، ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة. صالح جمعة والهدف الأول جوه الجول، الهدف الأول، هدف التقدم، هدف الفرحة الأولى لشعب مصر. الهجمة على الشمال خطيرة، منتخب غانا عاوز يعدي، اللمسة عرضية فوق خطيرة جدا، والرأسية متابعة، ولكن ضربة جزاء على طول اركن فوق. هدف التعادل والركله وخطيره، هوبا في العارضه، يا رب يا كريم، جوه الجول. مليون مبروك لشعب مصر، مبروك لمصر في كل نصر، لكل ناسها الطيبين. الفرحة حلوة يا أهل مصر، كان نفسي نفرح من سنين. مبروك لمصر في كل نصر، لكل ناسها الطيبين. الفرحة حلوة يا أهل مصر، كان نفسي نفرح من سنين. فرحان بمصر وأهلها، وفي كل ثانية بقول لها فرحان بمصر وأهلها، وفي كل ثانية بقول لها المصري من قده يا ناس.